راه صاري في غزة، هذا الغراوي راهم يتقطعوا، هذا الموتى، هذا إلى آخره، هذه الأشياء التي هذه المصائب لو كان نزلت على جبال الدكة. علاه ربي ما كاش؟ لا ربي كاين. رسول الله من قتلوا له حمزة كعرف شكون؟ رضع مع رسول الله خوه قبل ما يكون عمه، ولعب معاه في البراري، وحمزة مسوا رسول الله في عينيه نهار اللي قتلوه، بكى بكاء مرا. وقتلوا له مصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش، وعبد الله بن عمرو بن حرام، وعبد الله بن هذو الرجال اللي ماتوا في أحد 70 ما يتكيلوش بالذهب. الصحابة ساورهم شك، معناه قالوا علاه ربي خلنا خسرنا، علاه ربي بكى رسول الله. شادر رسول الله صلى الله عليه وسلم كي جاوا مشاورين والجرح الدم تاع عايشين، قال لهم ذاروني أثني على ربي، حبسوا باين نشكر ربي، تشكر ربي وعلى ذي المصائب. فصلى بهم لما أثخنته الجراح، كان مجروح بزاف ما طاقش يصلي بالوقاف، صلى جالسا بهم، صلوا راه جلوسا. وشا سمعوه يقول يعني الدعاء الشهير اللي بغى يشوفه موجود، هذا تكتبه بالانترنت يخرج بسرعة، يعني ثناء رسول الله على ربه بعد غزوة أحد. قال كلام عجيب في هذا الدعاء، ذكر الله بأفعاله، ذكر الله بأفعاله التي تبدو محنا وهي منح، تبدو معاطب وهي مواهب، تبدو خفض وهي رفع، تبدو قبضا وهي بسط، تبدو منعا وهي عطاء. شوف الفهم تاع رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء اللي ثناه وراء أحد عجيب. أصحاب الأخدود، سورة والسماء ذات البروج، الأخدود هذو داروهم على خاطر التوحيد، حفروا لهم طروشيات، داروهم في النار وحرقوهم. وربي بغى يبين لك باللي أنا ماشي فرطت فيهم، أنا كنت حاضر في سورة البروج كي تقرأ تصيب اسم الله الشهيد، وتصيب العزيز الحميد، وتصيب البطش الشديد، وتصيب الفعال لما يريد. معنى هذا الرب الفعال لما يريد، صاحب البطش الشديد القوي العزيز، راه يشوف شنو يصرى في غزة، وما نقولوش يشوف، نقولوا يبصر. اللفظ تاع القرآن يكفينا، ولكن الدارجات ذاتنا. فلهذا يا إخوة الإيمان، لهذا ينبغي أن يعيش المؤمن بالله ولله وفي الله، بالله استعانة ولله قصدا وفي الله تأدبا. هذه أصبحت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، رجله التي يمشي بها، يده التي يبطش بها. هذا لما يبلغ هذه الدرجة النورانية الإيمانية الربانية الرحمانية تاع العارفين، يوصل هذا الموصل. ولئن سألني لأعطينه، يعطيه ربي استجابة، يدعي إلى واحد يطرطقه، لكن هو ربي يخليه حتى يولي من الصالحين، يعطيه ذا المفتاح، يعرفه ما يأذيش به الناس، ما غاديش يدعي على واحد. لماذا؟ لأنه بالغ هذه الدرجة التي لا ينتقم فيها لنفسه. هذا الولي الصالح، حديث الولي معروف، من عاد لي وليا، وهذا ذكر بعض أطرافه. فنرجع يا إخوة الإيمان إلى عزو الأحداث. هذا عزو الأحداث دارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات. شتوا في الغزوات يدوا الناس هذا الأسرى لي بريزوني. رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف امرأة تبحث عن ابنها، عن صبيها في وسط يعني الأسرى السبي. شاف هذه المرأة تبحث عن صبيها، ترفد مشي هو حتى وجدت صبيها فضمته. هنا استغل رسول الله الموقف وعزى الحدث إلى اسم الله الرحمن. قال أترون هذه قاذفة ابنها في النار؟ أترون هذه قاذفة ابنها في النار؟ قالوا أن لها ذلك يا رسول الله، كيف تقيس ولدها في النار وهي التي ضمته وبكت وعنقت؟ قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها. معناها رسول الله استغل الفرصة وربط الحادث تاع الرحمة تاع ذيك الأم برحمة الله. وهكذا العارف يمشي كيفنا، مهود قلبه انت ويمشي، وكل حاجة يردها لربي، كل حاجة يردها ربي. دخلوه للشرع يردها لربي، دخلوه السجن يردها ربي مظلوما، طلقوه يردها لربي، مرض بالسرطان يردها لربي، طلقها رجلها تردها لربي. ولهذا سورة الطلاق
تتخللها تلك الآيات: ومن يتق الله يجعل له مخرج، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يعظم له أجره. هذه التقوى تخللت آيات الطلاق، حتى المرأة من تكون مطلقة في ذيك اللحظة تنكسر مسكينة، ولهذا يردها ربي يعلقها به باللي هذا الطلاق هو قدره ربي، والخير فيما اختار الله. مت ذروك، الخير فيما اختار الله. زدت عشت قرن، الخير فيما اختار الله. اللهم كان يقول سيد النبي: بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك، شوف، خشيتك في السر والعلن، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك، وأسألك برد العيش بعد الموت. سيد النبي ما طلبش لهنا قبل الموت، لهنا قبل الموت ما كاش، الدنيا دايرها كي يزيد الغريان يزيد يبكي، مش يزيد يضحك. هذه فيها رمزية باللي الدنيا تاع نكد، تاع غم، تاع هم، تضحكك نهار وتبكيك 10 أيام. في خدعات، في هذه فيها موت، فيها مصائب، فيها محك. صرات سيدي رسول الله طلقوا له بناته، ماتوا له وليداته، هجروهم بلاده، جرحوه، كبر يتيم، كاع الهم اللي تحوس عليه والمصائب عاشها رسول الله. علاه من بغى يموت جات عند رقبته فاطمة بنته، كانت بقيت له وحده كلشي مات قدامه، جات عند راسه وقالت: من شافت رسول الله ذراته سكرات الموت. سيد النبي حبيب ربي ذراته سكرات الموت، شا يقول؟ إن للموت لسكرات. تقول فاطمة: وكرباه على أبته، تقول يا تبكي على أبوها. شا يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. من اليوم ما كاش المرض، من اليوم بوك ما يغبنش، جا ملك الموت. خاطر كي ندخلوا للقبر ما كاش اللي فيه الديابات، وما كاش فيه لاشتيا اللي فيه لاطونسيون، وما كاش اللي معوق، وما كاش العمى. نولوا كاع كونتير ازيرو كيف ثم تنتهي آلام الأمراض وتبدأ آلام الذنوب.